جزر القمر بتتلعب. كان في نفس التوقيت كان القرعه بتاعه كاس العالم اللي كان حاضرها المهندس خالد درندالي، حاضرها الكابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. اكاد اجزم ان لو الاتحاد المصري بايده، يعني المهندس هاني ابو ريده بايده وبايده والناحيه الثانيه الكابتن حسام حسن، هم اللي بيحطوا القرعه، هم اللي بيختاروا، هم اللي بيشدوا، مش هيشدوا الاسماء ولا المنتخبات اللي طلعت معاهم بالشكل ده. قرعه في الحلويات من، ومحدش بقى يقول لي ايه الكوره والطواق، الكلام ده زي الفل، انا موافق عليه. منتخب مصر مع بلجيكا مع ايران مع نيوزيلندا. انت بتتكلم في قرعه بالصلاه على النبي، مفيش احلى من كده. انت منتخبات ما تقدرش تقول ايه بقى، يعني انت مش واقع انا هسمي الامور بمسمياتها، فركز معايا في اللي هقوله ماشي كده. هسمي الامور بمسمياتها. انت ما اتهبتش في البرازيل، ما وقعتش في الارجنتين مثلا، ما وقعتش في ايطاليا مثلا في الملحق، في الحاجات اللي جايه من الملحق. كولومبيا ما وقعتش في اي حاجه من الحاجات دي. انت ربنا كرمك، اللهم لك الحمد والشكر. بقول لك لو القرعه دي احنا بنعملها بايدينا، المصريين كده راحوا منقيين 108 مليون، راحوا منقيين 6 يطلعوا هم ينقوا القرعه، هنقوها كده زبادي خلاط. فبلجيكا وايران ونيوزيلندا منتخبات تعرف تشتغل معاها، تعرف تدرسها كويس وتعرف تتعامل معاها. واحد بقى يقول لي اصل الكوره ما فيهاش حاجه اسمها كده، انا تمام، انا موافق والله، كل اللي انت عندك عايز تبيعه لي انا اشتريته. بس احنا عمرنا ما هيجي لنا في تاريخ كاس العالم ماتشات كده. واللي عايز يعاركني يعاركني، مش هتيجي. يعني اللي يشوف القرعه دي كده يقول لا، احنا لازم نعدي. احنا ما فيش عندنا حاجه صعبه، ما فيش حاجه صعبه. يعني انت ما انتش في مجموعه موت، ولا انت واقع في منتخبات صعبه، ولا منتخبات الفوارق اللي ما بينك وما بينها مخيفه. لا، انت بتتكلم في مجموعه يعني متوازنه، مجموعه تقدر تشتغل لها كويس، تقدر تحقق فيها نتائج ايجابيه. انا لا بهون ولا بهول، بس اكاد اجزم ان احنا مش هيجي لنا في كاس عالم قرعه بالجمال ده ولا بالحلاوه دي. طب مطلوب مننا ايه؟ نشتغل يا باشا. احنا محتاجين نشتغل، احنا محتاجين نشتغل على المنتخبات ديت من دلوقتي حالا اهو. منتخب بلجيكا، منتخب ايران، منتخب نيوزيلندا. اتمنى من الله ان احنا ما يبقى انا اهو بص، شايف الورقه دي اهي، اهو هشطب على كلمه التمثيل المشرف. ما في تمثيل اهي بص اهو. الكوره خلاص انتهى منها موضوع التمثيل المشرف ده. اشطب يا باشا، احنا محتاجين نلعب كوره بجد، ونشطب كلمه تمثيل مشرف دي من حياتنا، علشان نعمل زي ما الناس ما عملت، زي ما منتخب المغرب ما عمل، زي المنتخبات اللي سبقتنا دلوقتي.